السلام عليكم. بالنسبة للموضوع اللي صار أمس، موضوع حمزة ماجد، وأغلب الناس شافت المشادة الكلامية اللي صارت وما تعرف شنو سببها. طبعا كان اكو تعليق قبل يومين الهمسة ماجد على إعلامي إماراتي، وهذا التعليق كان مو حلو. يعني كانت الجملة اللي كاتبتها إنه التنظيم مخزي، فتألمت أنا الصراحة كلش لهذا التعليق، لأن اللي ندري به إنه اللعبة الأولى، المباراة الأولى، الافتتاح، همسة ماجد اجت دخلت بسيارتها للمقصورة، والحمد لله والشكر دخلت بالفي اي بي، قعدت بالمنصة الفي اي بي. واللي صار انه امس بلعبة السعودية انا قاعد بالمنصة 123 ووراها منصة الاعلاميين، فاللي شفته انه همسة ماجد طلعت من منصة الاعلاميين وكفت قناة فضائية جاي تصور وياها. فانا اللي صار يعني بديهي، يعني انا تألمت لان شفت الموضوع قبالي، يعني التنظيم مخزي وهي جايه وقاعده بمنصه الاعلاميين وبكل اريحيه. فانا ضجت لانه ليش منك وبيك الناس الغربه اللي تنشر وتمدح بالتنظيم وتمدح بالبصره وتمدح بالعراق والشيء اللي صار الحمد لله بعد انقطاع 40 سنه عن البطولات، بعد انقطاع عن لعبه رسميه ما عندنا بالعراق من 2003 لليوم. رئيس اتحاد دولي موجود بالعراق، رؤساء اتحادات خليجيه موجوده، 7 منتخبات كبيره خليجيه موجوده بالبصره، وكلها تشيد بالبصره وباهل البصره وباهل العراق بصوره عامه. فاللي شفته شيء بديهي صار قبالي، وين ما جاي ادخل المدرج سمعتها تسولف بالتنظيم، فانا الشيء اللي حكيته قلت لها ليش تحكين عن التنظيم؟ المفروض احنا هاي الشغلات السلبيه ما ننشرها. كل البطولات العالميه صار بها خلل بالتنظيم، بطولات دوري ابطال اوروبا، كاس العالم كنا حاضرين بيه وشفنا اللي صار، بعض المباريات صار بها خلل بقطر بتنظيمها بالشيء اللي واصلت له من التطور. فاحنا كل اللي نريده من عندكم يا مشاهير يا اعلاميين، انتم نقلوا صوره حلوه، انتم نقلوا صوره حلوه عن العراق، عن العراقيين. عندكم ناس متابعين هواي، الناس المتابعين بيهم شباب صغار بعدهم بدايه عمرهم، انتم نقلوا لهم صوره. عندك الحساب اللي عندك امانه، والشيء اللي تنشره امانه، انتم قاضينها بس مشاكل وطلايب، وش قالت فلانه وش قال فلانه. والشغله الثانيه الاهم، يا ناس انتم اللي تنتقدون هذول المشاهير، انتم احسن شيء تسوونه انه ما تتابعونهم. اليوم لما نشوف خطأ من مشهور او اعلامي او فنان او اي شخص، حسابك انت مسؤول عنه، والناس اللي تتابعهم انت مسؤول عنهم. كنت ادخل لحسابي اشوف الناس اللي متابعهم، كون انا راضي عن الشيء اللي ينشرونه، يكون الشيء اللي ينشرونه ايجابي، يكون الشيء اللي ينشرونه يفيدني. تمام؟ واسف من الجميع، والف مبروك فوز المنتخب، ويا رب تكمل على خير التنظيم هذا الراقي، ويا رب تكمل فرحة العراقيين بالتتويج، وان شاء الله يا رب يا رب الكاس. مع السلامة.